اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا يا رب. نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك وأن تحوينا في أكناف عصمتك. وجد حبة بغرير بلا ما نجاو باش ياكلو حامي في قصعة كبيرة ديري قاع المكونات. ندير تاع ام وليد، تاع ام فيصل ما استقليش، كاس فرينة ولا غراف، كيف كيف عيني هي ميزاني. هادي طروا اكس ال. مول خير اختي لا طايرة هي هربتك، حبسي شوي ماكلة. لا اختي ما نحبسش الموت غي وحده. بيضتان خمارة والزير ويخلط في الباتير. لا اختي انا ما عنديش الباتير، خلط غير بيدي. حوجي انا هذا ولا مطلوع ماشي بغرير. السلام عليكم حبيبي وحباباتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كاع راكم بخير عليكم. كما شفتوا معايا الوصفه تاع اليوم تاعنا هي البغرير. الاولى خليتكم شويه مع الفكاهه، من بعد دخلت لكم في الوصفه. كما شفتوا معايا درت 2 كيسان تاع سميد رطب، دقيق رطب، ودرت كاس دقيق ابيض فرينه، كاس واحد، ودرت ملعقه كبيره خميره الخبز، ودرت ملعقه كبيره سكر، ورشه خفيفه تاع الملح. وكما شفتوا درت 3 كيسان، انا الامانه درت 4 كيسان تاع فرينه، جاني شويه خفيف، زدت 2 مغارف فرينه. نتوما ديروا 3.5 ما باش يجيكم نيشان. انا الفرينه اللي عندي ما تشربش، خليته يرتاح 5 دقائق وشفتها ما شربتش، زدت له 2 مغارف تاع فرينه. نتوما ديروا 3.5 ما ومن بعد شوفوا كي يكون ثقيل. المهم هنا تخلطوا بالميكسر غايه واحد مده 5 دقائق هكا، تخلطوا بالميكسر حتى يتكونوا لكم هذوك الفقاعات. هذوك الفقاعات هما اللي يعاونوا في التخمير. الميكسر كي يدير لكم هذوك الفقاعات، هادو اللي كتشوفوا فيهم الفوق، هادو يعاونوا في باش يتقب مليح. هنايا 2 اكياس تاع خميره كيميائيه، كل كيس يوزن واحد 10 غرام 11 غرام. درت 2 اكياس وزدت خلطت بالميكسر مليح. كما شفتوا تندمجوا لي كاع المكونات. في الاخير درت الخميره تاع الحلويات. هنا تخلطوها مليح. وهذا البغرير ساهل 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 وسريع، ما يحتاج باش تخمري 5 دقائق تبدي طيبي. هنايا بعد ما ميكسيته مليح غطيته خليته 5 دقائق بيد ما المقله سخنت لي باسكو غسلتها وكاع راكو عارفين. خليتها هنا نشفت وسخنت مليح. من بعد درت لها هنايا رشه خفيفه تاع زبده. انا هنايا باسكو غسلتها، قلت لكم المقله غسلتها، درت لها الخطره الاولى درت شويه زبده، من بعد صاي ما قعدتش ندير باسكو ما تلصقش. غير في البدايه من غسلتها هنايا مسحتها بابي سويتو، هذيك الزبده عاودت مسحتها كاع بابي سويتو. وهنايا جبت البغرير تاعي. هنا الاولى دائما راكو عارفين كي تخرج الاولى بتخرج ما تشبه لوالو، حاشا نعمه ربي. درتها هنا كبيره، تيستيت بيها نشوف لا راه مليح لا راه يتقب لا راه خفيف لا راه ثقيل. هنا البغرير تقل تاع السمكه على حسب عينكم ميزانكم، راكو عارفين كاين سميد اللي يشرب كاين اللي ما يشربش. انا قلت لكم درت لها 4 كيسان ماء وجاني خفيف. نتوما ديروا 3.5. انا زدت له من تالي زدت 2 مغارف. شفتوا الاولى كيف ريحتها كان يسيح غير وحده. وشوفوا دروك انا قعدت نمشي فيه بهذيك مغرفه سقيه. كما راكم تشوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله راه يتقب مليح. النار تكون متوسطه، ماشي ناقصه وماشي زايده كاع، متوسطه عادي. تبغوا ديروهم صغار تبغوا ديروهم كبار، كل واحد كيفاش يبغي. بكري كانوا يديروه كبير ويمقسوه على 4، ودروك رانا نديروه غير هكا صغير. شوفوا هنا كي راه يتقب ما شاء الله. النار قلت لكم تكون متوسطه وتكون المقلاة ما تلصقش.
وهنايا البغرير تاعنا شوفوا بعد ما وجد وكملته ذوبت الدهان مع الزبده، يعني الزبده مع العسل وسقيته كاع، وكانت عندي رشه تاع اللوز درتها له كامل من الفوق. وشوفوا كي جا متقب وخفيف وسهل سهل سهل بزاف. وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، وإلا عجبتكم ما تنسونيش بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل جديد، وبارطاجوها لي مع احبابكم، ونتمنى تجربوها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع السلامه.